علشان نعرف نتعامل مع الشخصيات اللي حوالينا لازم نحدد نوع كل شخصية وازاي نقدر نتعامل معاها. أنواع الشخصيات في حياتنا كتير ومختلفة، فيها الشخصية الأنانية والمزاجية والطيبة والعنيفة والنرجسية، ودي بقى أشهرهم وأصحابهم في التعامل واللي كتير اتكلم عنها. الشخصية النرجسية سواء رجل أو امرأة، هتلاقي نفسك قدام حد عارف وفاهم كل شيء عن كل شيء وفي كل شيء، إحساس مهول بالعظمة، دايما شايف إنه أهم شخص موجود، يمكن أهم شخص في الوجود. لغة الجسد لغة متعجرفة جدا وبتبان قوي في كل زوايا التصوير والوقفة واختيار وطريقة شكل قعدته، بيمدح نفسه وبيمدح بس اللي شبهه. الشخصية النرجسية مش بتتعاطف بسهولة، ولا يمكن إنها تظهر الحب أو العاطفة إلا للامتلاك واصطياد الفريسة المناسبة، وبمجرد ما يحصل الامتلاك بتبان على حقيقتها. الشخصية النرجسية كمان دايما عندها إحساس كبير جدا إنها الأفضل، غير إنها استغلالية من الدرجة الأولى. وأهم شيء بقى إنه بيتغذى على تحطيم اللي حواليه. ثقته المفرطة في نفسه أساسها فقط تدمير الآخرين، وخصوصا لو كان شريك الحياة. طيب نعمل إيه علشان خاطر نتعامل مع الشخصية دي؟ لو إحنا لسه في بداية العلاقة وما بتربطناش بيه صلة، سواء بقى صلة عائلية، فناخد ديلنا في سننا ونهرب. طيب ولو الفاس وقعت في الراس أو هو حد من العيلة هنعمل إيه؟ ومهم جدا في حالة استمرارك في الحياة مع شخص نرجسي لفترة طويلة إنك ما تفرحش بلحظات السلم ولا تهزمك قوة الحرب عليك. يعني مهما حاول إظهار الحب واللي دايما هيكون بينك وبينه طبعا، لأن النرجسي لا يمكن يظهر مشاعر الحب على الملأ كده. خليك واثق إنها الغرض، وخليك مستعد للطلب اللي بعدها. أما في حالات شن الحرب عليك واستفزازك ووصفك بكل اللي مش فيك لدرجة إنك تصدق عن نفسك إن أنت المعيوب يا عيني، برضه ما تصدقش وما تسمحش إن حد يهزمك أو يهز ثقتك بنفسك. الحل الوحيد للتعايش مع النرجسي لفترات طويلة زيادة ثقتك بنفسك وإيمانك بذاتك. يبقى لازم تعلي درجة استحقاقك، لازم طول الوقت تبقى حاسس إن المشكلة مش عندك، المشكلة عند الطرف التاني. انت طرف يستحق كل التقدير والاحترام. لازم تتأكد انك شخص مقاتل بيقاتل في معركة غير مرئية. دمتم بحب. كانت معكم لايف كوتش أميرة عبد الرازق.